ليلى كانت بتشتغل في بيع الخدمات الطبية اونلاين، ودايما كانت بتتعب من نوع معين من العملاء المترددين، الناس اللي بتسأل وبتفكر وبعد كده تختفي فجأة. اهلا بيكم، انا عز الغريب ودي حلقات سيلز 101. فمرة جات لها عميلة فقدت والدها بسبب مرض مزمن، وكانت خايفة تكرر نفس التجربة مع زوجها المريض. ليلى سكتت، سمعتها وما قطعتهاش خالص، وبعد ما خلصت خالص قالت لها انا مش هبيعلك اي حاجة من اللي عندي، انا عاوز اعرف ايه اكتر اختيار مناسب يطمنك. بعد المكالمة العميلة اشترت، وبعتت لها رسالة بعدها بتقول لها انا حسيت ان مش مجرد رقم عندك، الايموشنال انتليجنس او الذكاء العاطفي مش مجرد انك تقول كلام لطيف، لكن انك تقرا البادي لانجوج او لغه الجسد، وتلاحظ نبره الصوت، وتحس ايه النقطه اللي العميل بتاعك قلق منها او خايف منها وتطمنه بيها. التعاطف الحقيقي بيبني جسر بينك وبين عميلك، بيخليه يحس بالامان في اتخاذ القرار. عشان كده ضروري تسال نفسك قبل كل مكالمه ايه ممكن يقلق عميلي، واسمعه كويس، لان ساعات انك تسمع اللي قدامك هو اهم من اي برايس او اوفر هتديهوله. جرب التابس دي وشاركني النتيجه في الكومنتس.